السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل البيتزا السريعة والاقتصادية. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجة هنعملها هنختبر الخميرة او نخمر الخميرة بره عشان نتأكد ان هي شغالة كويس. هدوبيها في حبة مية دافيين ومعلقة سكر وسيبيها على جنب لغاية لما تتفاعل. المواد الجافة بقى هنحط الدقيق، جبت نص كيلو دقيق وعليه معلقة كبيرة سكر وعليه معلقة صغيرة ملح، وده اختياري اللي هو اليانسون وحبة البركة ده اختياري. هتقلبي المواد الجافة كويس وهسيبيها على جنب لغاية لما الخميرة تتفاعل ونعجن الخميرة. كده الخميرة تفاعلت والخميرة بتاعتي نشطة وحلوة. هنحطها سم الله ونحطها على الدقيق وهنحط ميه. والعجينه دي احنا مش هنعجن، احنا كله بالمعلقه. حبه العجينه دول هيطلعوا لي صينيتين كبار. هزود الميه وتعجني لغايه لما تبقى في القوام ده اللي هتشوفيه دلوقتي. هنا هنحط ربع كوبايه زيت معاهم كده، لا حطينا زبادي ولا حطينا بيض ولا حطينا اي حاجه عشان تطلع طريه يعني وحلوه. وهوريكم ازاي طلعت طريه وحلوه. كل ما تزودي الميه في العجين وتخلي العجينه كده شبه سايله هيبقى يديكي عجينه طريه. بس هعمل ازاي العجينه وكله بالمعلقه. خلاص هي كده، مش هنزود لها حاجه تاني وهسيبها لغايه لما تخمر. دفيت الفرن شويه وحطيتها في الفرن، وعبال ما خلصت الخضار وجهزت الحشو كانت العجين بتاعي خمر على طول. العجينه لما تكون سايله اللي بتخمر بسرعه. هنا جبت فلفل رومي، عايزه اخضر حامي حطي، وجبت طماطم وصفيتها شويه اديتها عصره كده بسيطه عشان انزل الميه اللي فيها. كده خرطنا فلفل وطماطم. انا هعملها بالتونه، وطبعا انت هتعمليها بالحاجه اللي موجوده عندك. التونه دي اللي انا عاملاها معاكم على القناه جميله وتحفه وطلعت جميله قوي. كنت عاملاها على القناه قبل كده، ابقى احطها لكم في صندوق الوصف. كده قطعت التونه، حط عليها حبه ملح فلفل وحبه كمون. ما تفرقيهاش عن تونه العلب اللي بنجيبوها، بس طبعا حبه تونه زي دول هتجيبيهم بكام العلب دلوقتي. هنحطها على البيتزا. حبة زيتون اسود او اخضر اللي يعجبك، اللي موجود عندك ماشي، ما عندكيش مفيش مشكلة. هنخرط الزيتون عليه، هو زيتون مخلي بس كبير شوية، فانا هخرطه صغير شوية كده. حطينا الزيتون كمان على الخليط. كده فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الجبنة. انا بحط كله على بعضه واقلبه تقليبه واحده وافرده مره واحده على على وش العجين، وش البيتزا. ادي الجبنه كانت عندي في الفريزر، وكان سحور بسيط كده وجميل. برضو هقلب الجبنه مع باقي الخليط، هقلبها واركنها على جنب عشان اعمل الصلصه بتاعتها. الصلصه دي مختلفه شويه بس جربيها هتبقى جميله قوي. هنا توم وبصل وطماطم هتضربيهم في الخلاط من غير ميه خالص. دي صلصه سريعه. عندك كاتشب عاملاه وعايزه تحطيه حطيه مفيش مشكله، بس الصلصه دي سريعه واقتصاديه وبتخلص بسرعه وطعمها حلو. كده هنجيب الصينيتين اللي هنحط فيهم العجين وهنحط وهتدهنيهم طبعا بالزيت كويس، وهتقلبي كده وهتحطي حته عجين هنا وحته عجين هنا على قد كل واحد، على كل صينيه على قد حجمها.
هتفرجي بالمعلقة برضو لانك مش هتعرفي تفرجي بايديك لانها سايحة قوي. هنحط بقى حبة صلصة اللي عملناها وكده. ممكن دلوقتي تفرجي بايديك. الصلصة هتساعدك على انك تفردي العجينة كويس من غير ما تلزق فيكي. كده عملنا الصاجة ودي التانية. هنبدأ بقى نحط الخضار او الحاجة الحشو اللي انت عملتيه. عندك بدل التونة سويسيس، اي حاجة، لانشون، اي حاجة هتحطيها. ما عندكيش حاجة خالص ممكن جبنات وزيتون، هتبقى جميلة قوي. وكده ده كده سحور سريع. الوقت اللي جهزت فيه الخضار كان وقت ما خمرت العجينة، يعني ما استنيتش على طول من ده على طول وخلصت على طول. كده هنحط حطينا الحاجة كلها وهنحطها في الفرن، واول ما تطلع هوريها لكم. كده خلاص. كده اول ما طلعت من الفرن شوفوا لونها عامل ازاي، جميلة وهشة وحلوة وطرية جدا. من غير زبادي، من غير لبن، من غير بيض. طلعت احلى صينية بيتزا هتدوقيها. كده قطعناها قطعيها بالطريقة اللي تعجبك، وهوريكي بقى مش لازقة في الصينية. بصي الصينية جميلة ازاي، مش لازقة فيها ولا اي حاجة، من تحت متحمرة ومن فوق وطرية جدا جدا. كده خلص فيديونا النهارده، يا رب يعجبك وينور رضاكي. لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.